السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار، فيديو جديد او روتين جديد. نبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي غادي نختي مع القرايه؟ بدا دابا وقت الجد كيف ما كنقولوا. تزيرت شويه القضيه ياكو، عرفتي الله يحيى في الرابع. شنقول لكم، والله الا التمارين يوميا 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 من الاثنين حتى الجمعه، شويه تزيرات القضيه. ايوا الحمد لله والشكر لله. المهم هنا البنات بديت معكم الفيديو من الفطور. قلت هكا غادي نصاوب ليهم الفطور. المهم داكشي اللي غير غنديباني وصافي. الصراحه ما بقى ليا لا مسمن لا قراش لا حتى شي حاجه. عرفتوا فاش كيخوي لكم الكونجيلاتور؟ ناري على حصله والله العظيم. حتى في الصباح كتنوضي خصك تفيقي بكري تخممي ما توجدي، ماشي بحال باش يكون عندك الكونجيلاتور عامر تتنوضي فوق ما بغيتي. زعما يكون عندك هكا شي شويه الوقت تقولي راه غير غنجبد غادي نسخن ونحط. البنات كيسولني بزاف كيقولوا لي زكيه قولي لنا معاياش كتفيقي. راه دائما فيك في بعض الفيديوهات راني تنقول لكم معاياش كنفيق، راه غير ما كتردوش البال وصافي، ولا ما كتفرجوش في الفيديو. تنفيق البنات انا مع السبعه الا ما كانش عندي شي حاجه للفطور، فهمتوا؟ يعني غادي نوجد، غادي ندير حرشه ولا غندير بانكيك ولا لي كريب ولا فهمتوا. والا كان عندي كلشي في الثلاجه يعني غير غنوض وغنحط. كنفيق مع 7:30، ولكن اغلبيه كنفيق البنات مع 7. صافي باش كنفيق عاوتاني الدراري مع 7:30، حيت الترونسبور كيدوز عليهم مع 8 وقسمين. اسماعيل تا هو كيخرج مع 8 وقسمين صافي. وما كنرجعش الناس، راه واخا كيكون فيا النعاس وعرفتي تيكون راسي مدوخ، راه ما تنرجعش النعاس نهائيا. حيت فاش كنرجع سبحان الله النعاس ما تيكفينيش الوقت والو، ما تيكفيني سبحان الله. هذا الوقت هذا ما فيهش البركه. فداكشي علاش كنقول صافي ما نعش، تنقول حتى العشيه عاد غادي نعس. ايوا صافي في العشيه عاوتاني كنتواقد ما كنعش وكتبقى هكا كنبقى النهار كامل وانا فايقه. هذا ما كان. صافي عمرت لهم كما قلت لكم براد اتاي، جبت لهم شويه بتي بان الباغيط، قليت لهم شويه البيض صافي، وحطيت لهم فرماج زيت البلديه وشويه ديال العسل. اي والله يخلف والله يجعل البركه. صافي البنات غير فطرنا. مشيت بالزربه، راه الدراري كيلبسوا وتنوجد لهم الكوتي ديالهم، وبالزربه دوزت هكا على الدار جمعتها شي شويه. عمرت البنات لافيسيل، درت فيها هكا دوك المعينات كانوا عندي ديال العشاء وزدت عليهم اليوم ديال الفطور. صافي ودزت انا هادو بقاو لي غادي ندوزهم بيدي. صافي ما كفاتنيش حيت عمرتها بزاف، حيت كما قلت لكم راه فيها الكوتي د البارح وفيها العشاء وفيها الفطور ديال هذا النهار. صافي وهادو غير تفيت هكا قلالين شي شويه. قلت غادي ندوزهم هكا غير بيدي زعما ساهلين، حيت راه لافيسيل صافي فاش كتعمر كتبلوكا راه ما يمكنلكش تشارجيها اكثر من الجهد ديالها. راه شي حاجه كتعطيها فوق الطاقه ديالها راه ما كتبقاش كتستحمل. وخاصو كاين شي حويجات بحال دابا ديك الطحانه اللي درت تما ما كنديرهاش، ما تنخافها تخسر ليا. بحال دابا هاد البلاطو الزاج ديال الزيت ما كنديروش البلاطو. هاد القريعات ديال الزيت فاش كيتعلكوا مزيان راني زعما كنديرهم هكا في لافيسيل. هي كتحيد ديك التعليكه وداك اللي دام كاملين كتحيدهم. صافي البنات غسلت دوك المعينات مشيت قضيت حاجه اخرى. راه كما قال لكم دائما الروتين راه ما تنشدوش معكم كرجه، راه كندير شويه ونعاود ندير شويه ونلصق اختي في المونتاج. المهم مشيت قضيت شغالات اخرين، رجعت خويت ديك الشبكه ديال الماعن، دوك القريعه ديال الزيت حطيتهم تما. البلاطو ما شفتو كيقطرب الماء درتو في البالكون باش كينشف. صافي ودوك المعينات كلشي رديتو لبلاصتو ودزت هنايا البنات. مسحت واحد المسيحه خفيفه البوطه وحيدت اختي ديك لاهو عرفتي ديك الشبكه يا البنات كي كترجع. ما نقول لكمش. المهم راه عاد بدلت لي هذاك داك الفلتر ديالها، يلاه بدلته حيت كان مخنوق وكانت ما بقاتش كتجر. دابا عاد بدلو اسماعيل. عرفتي منين شراه من شنو سميتو
داك مسيو بريكولاج، راه كيتباعوا في مسيو بريكولاج وفي الكترو بلانيت. صافي حيدتها، غادي ندير هكا شويه ديال الجافيل وزعما هكا غادي نحكها صافي، ودوزت على ديك لاهوط. عرفتي هاد البلاصه راه كتعلك مزيان زعما بزاف. واخا زعما كنشعل لاهوط راه ضروري كتعلك هكا ديك زعما ديك البلاصه. المهم خص يوميا نمسح شي هذيك الكتبه اللي عندي تما، ديك لامور كويزين تو لي جور راه يوميا كتمسح. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على هاد الكتبه هادي، انا هاد الكتبه البنات راه عندي لاصقه هادي كانت صيفطاتها لي، جابتها لي اختي دنيا من فرنسا. ولكن هنا في المغرب راه كاينين تيلصقوا بحال الخشبه بحال البلاستيك، واش فهمتوا؟ اما زعما هكا لصقه واقيلا كنظن شراتها من اكسيون. من اكسيون كانت خداتها. وصافي هنا البنات باش غادي نصاوب هكا الغدا. درت اللحم غادي نديرو بالبرقوق والفريت صافي، ودرت عليه العطريه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، ودرت واحد نص كاس د الماء باش ما تحرقليش ديك العطريه، ودرت واحد شويه د الخرقوم والثومه صافي. وغادي نخليه تيتقلى غير في هذا الماء هذا، ما تنديرلوش في الاول البنات الزيت. عرفتي كتجي واحد المريقه غزاله باش الماء كيخلي داك اللحيمات كيشربوا ديك العطريه. صافي غادي نقليه مزيان. هنا درت غير نص كيلو ديال اللحم، غير القياس اللي غادي يكفيني، زعما حنا بربعه بينا غير حنا والدراري. خلاص فاش كيكون شي حد زايد ولا راه كديري واحد الكيلو ونص حتى لجوج كيلو، المهم كوكوط صغيره تتكفينا حنايا. صافي خليته البنات كيتقلى، ودزت هنايا البنات كنشوي الفلفله. عرفتي ديك الفلفله شويتها كرفصات ليا البوطه. ندمت في الصراحه، مع كانت عندي البوطه موسخه وما بغيتش نصوروا هي البوطه موسخه، ولكن ماشي مشكل عاوتاني نعاود نمسحها. اما الصراحه ما كاش كيكونوا شي بعض الكومونتيرات اللي تيلاحظوا لك على ادق التفاصيل، راه ماشي مشكل. صافي رديت الفلفله كتشوى، رديت البطاطا كتسلق، رديت البرقوق حتى هو كيتسلق. وهنايا المريقه من بعد ما تشحرات ليا زدت هنايا واحد البصيله كبيره شلطتها، عويد ديال القرفه، شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه صافي. وغادي نسد البنات على الكوكوط، غادي نسد عليها، غادي لها شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نمرقها بالماء وغادي نسد عليها وكنخليها طيب. كنقص عليها البوطه وكنخليها طيب على خاطرها. صافي هنا البطاطا راه تسلقات ليا، غادي نحيدها نصفيها. الفلفله حتى هي تشوات، درتها هكا في بلاستيكه باش تعرق باش نصاوب بها شلاضه. وهنايا البرقوق صافي كنعسلو، درت له القرفه والسكر ديال سنيده وشويه ديال الزهر صافي. وغادي نخليه يتعسل، كيجي بصراحه زوين بنين بهاد الزهر هادي. هاد الزهر انا صراحه ما كنتش كندير فيه الزهر، كنت شفتها غير في واحد القناه وليت انا كنديرو. صافي حليت البنات على الكوكوط، اللحيمه ديالي راه طاب، جات المريقه خاتره. وهنايا رديت الفريت كيتقلى. المهم غير ديك البليه ديال الفريت درت شويه في الاول، عاوتاني زدت انا القليه الثانيه. البرقوق حتى هو راه تعسل صافي. الشليضات وجدتهم، ديك البطاطا درت فيها المعدنوس والبصله وشويه الملحه والبزار والخل والزيت. عاوتاني الفلفله قشرتها قطعتها، زدت عليها البصله ومطيشه شويه د الخل، الزيت البلديه الملحه والبزار وصافي. وحطيت لهم هنايا البنات الغدا خبيز الماء. صافي هادشي اللي كاين. الديسير ما بقى لياش دابا الاخر ديال السيمانه، ما كتبقى لي حتى حاجه، مع كنعطيه للدراري كيديوه معاهم الكوتي. وصافي وكنحطو في الغدا وكياكلوا عاوتاني بالنهار. صافي ما بقاش الاخر ديال السيمانه كلشي كيتسالى. المهم البنات غدينا وسالينا وغادي ندوز نصاوب معكم واحد الكيك. المهم جلست ارتحيت شي شويه. وهنا بغيت البنات نفكركم بان البروموسيون ديال لا غام فيزاج ديال لا مارك سيلبيو راه مازال باك كامل ديال الوجه، فيه الكريم ميلتي فيتامين كيرطب البشره، وفيها البنات الكوماج بالسكر والقهوه، وفيه الجل نيتوايون اللي كينيطواي الوجه هكا من الماكياج المهم اي حاجه. وفيها ليكرون سولير 395 درهم زائد توصيل فابور. يعني هاد 4 ديال المنتوجات كاملين ب 395 درهم. يعني اللي بغات تقداها راه مازال البنات البروموسيون قبل ما تمشي، لان فاش كتمشي البروموسيون راه كيطلع الثمن ديالهم نظرا البنات للجوده ديالهم. صراحه فنين 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 بزاف ديال البنات اللي تقداوهم ويهبطوا يقولوا لي في الكومونتيرات اللي عجباتهم لاغام اللي بمواد طبيعيه وكتوافق جميع انواع البشره.
ما نقدرش نركز لكم بالضبط على البشره الدهنيه والحساسه، لان الحساسه راه كيكون فيها الريسك شويه، اي حاجه كديرها كتحسس منها. الدهنيه يعني راه بهاد لي برودوي ديال سيلفيو بزاف البنات اللي كيقولوا لي لا راه ناضنا الحبوب ما ناضنا الحبوب. البشره الدهنيه راه اي حاجه زعما بلي برودوي ولا بلي برودوي راه كتكون حتى هي معرضه انها يعني كينوض فيها الحبوب. انا الحمد لله ما درت لي لا حبوب لا حتى شي حاجه، وبزاف البنات اللي تقداو راه كيكتبوها لكم في الكومونتيرات. بالنسبه لي انا عندي بشره زعما جافه، وزعما اللي كتكون عنده البشره عاديه راه ما عنده اختي ما غادي يوقع لك. يعني اللي كتكون حساسه ودهنيه هذيك راه كتكون هكاك من عند الله، سواء درتي لها سيلبيو ولا زعما ما وافقاتك، حيت اصلا بشرتك راه كتكون حساسه، يعني حتى حاجه ما كتوافقها من غير هذا الشيء. يعني راها لا ما فيها حتى شي حاجه زوينه البنات البشره. وهنايا البنات جيت غادي نصاوب معكم واحد الكيك بالشوكولا. درت فيه 4 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه، 2 ساشيات السكر الفاني، ودرت فيها واحد كاس الا ربع ديال السكر سنيده ما عامرش. كنخلطهم مزيان حتى كيولي لنا داك الخليط هكا شويه بيض. المهم ضروري تطربوا السكر مع البيض مزيان. صافي. وهنايا غادي نزيد عليها كاس ما عامرش، يعني كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، تنخلط هو مزيان حتى كيدخل ليا في داك الخليط. ومن بعد غادي نزيد عليها البنات كاس لارب ديال الحليب، دايره فيه واحد الساشي ديال نيسكافي، حليب عادي دافي، دفيتو فوق البوطه وزدت عليه ساشي د نيسكافي. وغادي نزيد عليه هنايا واحد العلبه ديال دانون بالنكهه ديال البنان. وغادي نزيد عليهم هنايا واحد الساشي ديال الكاكاو المور من وزن 8 غرام. صافي وتنخلطو حتى هو هكا مزيان. كتجي فن هاد الكيكه بالمذاق ديال القهوه والبنان والشكلاط، ما نقول لكمش يا سلام. غير هي كنقولها لكم ونعاود نقولها لكم كيف ما كنقول لكم دائما في الكيك، خليها اختي يبرد باش دوك المذاقات كينسجموا مع بعضياتهم. صافي. وهنا غادي نزيد الدقيق، كنزيدو بالتدريج شويه بشويه. درت في الاول الكاس الاول وزدت الكاس الثاني، زدت عليهم 2 خمارات حمر، وكنخلط مزيان كما كنقول لكم كديروا بالتدريج، حيت راه كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش على حسب النوعيه ديال البيض، واش زعما كبير الحجم ديال البيض واش كبير ولا ما كبيرش، كتزيدوا بشويه. صافي. وهنا الكاس الثالث كنبقى نزيد بشويه بشويه. انا غادي نعطيكم شحال هزات لي في المجموع، وكل وحده ورا شحال غادي تهز ليها، يعني ما تقيدوش بالدقيق اللي درت انا، حيت راه كما قلت لكم كاين اللي غدير البيض، كاين اللي غديرو صغير، كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. انا هزات ليا كيف ما كتشوفوا 2 الكيسان اونص. خديت مول دهنتو بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق ودخلت الكيك للفران. من بعد ما خرجت الكيكه من الفران صوبت ليه هنايا واحد الصلصه ديال الشوكولا، ذوبتها البنات الشكلاط كحل مع واحد شويه ديال الحليب. فاش درتو في الكاسرونه ودرت عليه شي شويه ديال الحليب غير باش ما كيجيش ثقيل ملبز. صافي. وخويتو على الكيكه من الفوق وكتزينوها باش ما بغيتو عرفتي كتجي مشكلطه غزاله. انا هنايا بالنسبه للتزيين كما قلت لكم ديروا نتوما اللي بغيتو. انا درت ليها كاوكاو مهرمش، ولا بغيتو ديروا لها الفويتين، بغيتو ديروا الشكلاط فيرميسيل، لوز ايفيلي، ما بغيتوش خليوها غير هكاك بحال ما عندكم لا ضياف لا والو، خليوها غير عاديه. صراحه كتجي غزاله، كتجي فنه فنه فنه. وكما قلت لكم خليوها تبرد. غنقطع لكم انا الطريف باش تشوفوها من الداخل، كتجي مفشفشه، ما كتجي لا معجنه لا مدقسه لا والو. حد هنا غادي نسالي معكم الفيديو. بسلامه عليكم.